اه bó tay đi. أول مرة أخاف يا جماعة متخيل انظر كيما هكا ناقف. شوفوا هيك الشليل سبحان الله. ضلت اللي أنا ما عادش نشوف أصلا. شوف الصحاب ما عادش تشوف شيء. مين وأخيرا أهبطنا على الأرض. وصلت للأرض. بالطبيعة الناس تمشي ترتاح. أنا شنو نعمل؟ جيت للماركت. الماركت في قلب به هذي اللي يحطوا فيه الحاجات كيما الشيشة يعملوه. This is smoke, yeah. For smoke this. هذي تكيفوا فيه. دوم الله أعلم شكون هم أربابهم. لبسهم شو هيك اللبس متاعهم التقليدي. ليه لباسهم التقليدي هذا. خاطر هوني يا جماعة في سابا راهو ما فماش قرية برك ولا لباس برك. Hmong? Yeah, Hmong people. Hmong people. Hmong? Yeah. Hmong. Yeah. This one the Hmong. This one is the Thai. Thai. Yeah. Okay. This is the Black Hmong. This is the Thai. Thai. Yeah. شفت كل قبيلة عندها لباس معين. مش الكل كيف بعضهم. This one the Zai people. زاي. Yeah. Zai people. Okay. This is the from Sabah. Black Hmong, Zai, Thai, Zhao people. 4 people. 4. Yeah, and Vietnamese 5 people here at Sabah. اوكي. عندهم 5 كما نقولوا قبائل. مثل المونغ Thai, تاي Zai, زاي Zhao people. Zhao people Yeah. and Vietnamese. Yeah, 5 people here at Sabah. Yes, in all Sabah. Good, nice. القرية يسكنها قبيلة ولا يعني سكان محليين يعني. شو لباسهم؟ لو جميل. الألوان شدتني الألوان بالله. شوفوا خلينا بعد شوية. شوفوا الألوان اللي موجودة. واو هذوما غلة شيحة. What is this? Peach. Okay. غلة شيحة. Thank you. Don't eat this. Thank you. Hey, thank you. Come on. Thank you. Mango. Okay. الألوان يا جماعة. عندهم صفة ألوان في كل شيء. في الملابس، في الحاجات اللي بيعوم. هذيا حشيش تاي اللي يعملوا بيه التاي متاعهم. حشيش من الجبل. ايش قولكم في المكان؟ هذايا في قلب صفا. نحكي لكمش على الريحة. خليني نقلب لكم شوف الدجاج لك حل. الريحة هذا سوق الماكلة واللحم. هذا نودلز في بالي. رايس نودلز.
اي شوف محليها. هذه على فكرة جاموس مجفف. هما هذم نساء. يس نساء، هذم نساء القريات. هذوما تلقاهم لابسين هكا ألوان الغلة. ما شاء الله شوف العنب ما شاء الله. ثانك يو. مانجا يلزمني نشوف الباسكت قد ايه هدي. how much this manga? Mango. Yes. Mango. How much? 35 1 kilo. 35. شتتني على خاطر عرفتني غريبة. اوكي ثانك يو. احنا هنا راني في وسط سابا يعني. زي شوفوا العنب ما شاء الله، عنب كبير ما شاء الله. في وسط سابا. Rau nhà đây. والله ستيكي رايس. هذه ستيكي رايس عندهم يبدأ محطوط في ورقة البامبو ومن بعد يكسروها ويطيبوها على النار يكون بشفاء. الحاجات الغريبة اللي تنجم تشوفهم في سوقنا شنو ما نجموش يفسروا لك المشكلة. الله أعلم. معروفين بالخناجر متاعهم هما. شوف هذا في السوق السواطر والخناجر. السيدة نايمة غادي نتسلط عليها تجي. هذوما نباتات في الأكثر. هذه زريعة متاع نباتات. الماركت وصلت المكان هذايا، مكان سياحي اسمه موانا كوفي. تدخل ليه 90 دونك. ففيه قهوة تقريبا وفيه الأماكن هذوما السياحية اللي تنجم تتصور فيها. وأنا ما نحبش الأماكن السياحية برشا، أما خل نجربوا. كلهم قالوا لي امشي. ما نحبش الأماكن السياحية الخطر باش تاخد تصويرة في المكان هذا لازمك تشد الصف. اي نعم شد الصف باش تاخد تصويرة. وكيف غادي في كل مكان تاخد تصويرة لازمك تشد الصف. هذه في بالي تذكروها كيما اللي في بالي. ما حتى ما خلطتوش تتصوروا خاطر الصف انا وترني الصف، فعلى الاقل دخلتوا على قهيوة فور فري على الفيو المزيان هذا. هي قهوة على فكرة، هي موانا كوفي عملوا فيها حاجات كي صنعوهم ولات الفيو وراها مزيانة. تدخل بالفلوس 90 دنق برشا فلوس. معناها القهوة هذه يمكن تكلف 25 حاجة كيما هكا، والباقي تدفع على الحاجات اللي عاملينهم. هذه ما يسمى بالسياحة. هذه السياحة، هذه اللي يصنعوا الفلوس من حاجات بسيطة جدا. حاجات بسيطة اللي عاملينها مغزالة ولوف. نوريهم لكم الكل. أما فكرة أجواء الموانا كافي. اسمع بعد نهار طويل وعريض وجري وف على الموتور لازم واحد ياخد راحة يرتاح يرجع حساباته. ونقول لكم في آخر فيديو قداش تكلف نهار كامل في التحدي في اليوم الرابع.
تحدي من فيتنام إلى بالي ب$1000 من غير طيران. هي في الموانا كوفي، ثم هذم يتصوروا بحذاهم السياح. هذايا بيانو بيانو، واو زين الحق. بيانو في عاملين ماء، شوفوا الفيو مزيان. عاملين هذي كيما بالي، وعاملين هيك. اما هذي ومحلاه هذي زادا، هذي اكيد مش الواحد وحده، هذي متاع كابل. وبالطبيعة الخضار هي زادا مزيانة. والله خلينا الوحيدة اللي حبيت نعمل فيها تصويرة هذه. ثم نشوف الصف، كل واحد يتصور ويقعد يستنى فيه. اي 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 زعما نشد الصف الصيدلية. وهذا السبب الرئيسي علاش انا نكره الاماكن السياحية. الاماكن اللي تبدا مشهورة فكل الناس تجيها، هذيك علاش نفضل اني نكتشف مكان وحدي ولا نمشي لمكان يبدا لوكال. يلا وصلنا، خلينا ودفعنا فلوس نعملوا حتى سيبيرة واحدة. جيت الحلال فود باش ناكلو حلال فود فيتنامي، اما حلال فود. يلا خلينا نمشيو نشوف شنو عنده. اسوامه غالية نوعا ما، معناها انا باهي يبقى في المتناول. انا اخترت، حبيت ناكل ماكلة فيتنامية، فهذايا ماكلة فيتنامية. يلا نجربوا شو اسمه أرز مقلي بالمأكولات البحرية. هذايا الماكلة الفيتنامية، خلينا نذوق ونقول لكم. الحق باهي، بنين بنين بنين. هذايا كله غلال البحر ومعها خضرة جلبانة. اما ناقص الحرورية كهو. يومنا انتهى وجولة كيما هكا يوم كامل تكلف بين $30 35 $40. انت تختار، كان باش تلعب لعبة برك، كان الماكلة انا تقريبا تكلف عليا اقل من $30. فان شاء الله عجبتكم اليوم، ان شاء الله عجبكم اليوم. عودوا ورايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. يلا يا جماعة، وفي فيديو قادم.